مضادات مسكنات، الحاجات المضاد للتورم ومضاد للالتهاب، طبعا وصف الدكتور على حسب الحاله. لو احنا عندنا جرح بنحط قطنه ونعض عليها فتره عشان نوقف الدم. المكان يبقى فيه خياطه، فطبيعي بلاش الحاجات الخشنه، بلاش الحاجات السخنه. لما تصحى تاني يوم الصبح ممكن تمضمض ميه دافيه بملح. كل دي تعليمات ما بعد الزراعه مباشره. اهم نقطه في كل الموضوع ده التدخين. ممنوع التدخين ثم التدخين ثم التدخين. لو انت حد بيدخن على الاقل اول 48 ساعه، وعارف ان هو استحاله الناس مش بتلتزم بده، الناس بتدخن. ده انا في مريض عامل له زرعتين بقول له ممنوع التدخين، قال لي ده انا هنزل اشرب سيجاره ونازل دلوقتي حالا. طب انت حر لما تيجي متورم او الزرعه واقعه دي مشكلتك انت مش مشكلتي انا. فالتدخين ده من الحاجات الاساسيه الممنوعه ما بعد الزراعه مباشره. تمام. اما لو انت تقصد بقى ان احنا مثلا حطينا الزرعه وبعدها مثلا بشهرين جه المريض حمل التركيبات الاساسيه بتاعته، خلاص هو مسموح له ياكل كل اللي هو عايزه. ياكل بقى براحته، السخن الساقع الحاجات الخشنه ياكل طبيعي، لان هي تعتبر الزراعه حاجه زي السنان الطبيعيه. بس ياكلها في الحدود المسموحه. يعني ايه مثلا؟ يعني في مريض مثلا بيفتح البيبسي باسنانه وغطى البيبسي باسنانه، ما يجيش على الزرعه يفتحها باسنانه ويكسر الزرعه ويقول لك اصل مش قويه. ما هو طبيعي كل حاجه ان اللي خلقه ربنا ليه ليميت تحمل. فما يجيش مثلا يحمل بزياده قوي ويحصل مشكله ما ويقول لك لا العيب في الزراعه.